الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر والتعليم والخطب وعقد الولاية والراية وتأمير بالمعروف والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وكذلك أماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغيرها. أما دور المساجد دور عظيم في الإسلام، لم يقتصر على إقامة الصلاة فقط، بل تعدى إلى وظيفة سياسية، إلى وظائف أخرى في جانب كبير من الأهمية، وكان له أدوار الاجتماعية والتربوية وتعليمية أسمحت على بناء الأمة ونشر هذا الدين. وكان من هذه الأمور تربية الروحية. المسجد مكان لتربية الروحية. من المؤكد أن رسالة المسجد في الإسلام تتركز في الدرجة الأولى على تربية الروحية لما لصلاة الجماعة وقراءة القرآن من الثواب العظيم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة، وإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم التعارف الأخوية الإسلامية من قواعد الآداب الإسلامية، بل هو ضرورة من ضرورات التعامل بين الناس، فالجار يحتاج إلى جاره ولا يمكن أن يتعامل معه إلا إذا تعارفا، وكل واحد من الناس قد يحتاج إلى غيره، فكيف يتعامل معه بدون تعارف بينهما؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن المسجد كفيل بإيجاد تعارف أخوي إيماني إسلامي، وذلك لأن المسلم يقف مع أخيه المسلم في صف واحد، يؤدون صلاة واحدة، قلوبهم متألفة على وجه الله سبحانه وتعالى. الثقة بين الإخوة في الدين والإصلاح بين المتخاصمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويسأله أصحابه رضي الله عنهم ويجيبهم، وفتواه معروفة: يسألونك كثير من القرآن، وقضايا الأمة كلها تؤتى بها وتطرح في المساجد. فعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهما حتى كشف سجف بيته عليه الصلاة والسلام، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: من دينك هذا، وأومأ إليه يعني الشطر.
قال قد فعلت يا رسول الله. ثم قال قم فاقضه. القضايا التي تهم الأمة تعالج في المسجد. القضاء على الفواحش في المجتمع المسلمة كلها تطرح في المساجد وتبين للناس أخطارها. يقول ربنا عز من قائل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخبر بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بال المصلي، فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وذكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت وحارب نفسه. بهذا يقترب من الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن للمسجد دور عظيم في المجتمع، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يتعلم في المسجد، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ لم يسرع به نسبه. هذا وقد بين العلماء فضائل المسجد وآداب المسجد. يجب علينا أن نراعي هذه الفضائل وأن نحفظ مساجدنا مما يؤذي المسلمين من المصلين. بهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب المساجد بمن أكل الثوم أو غيره مما يؤذي الناس. إذن فالواجب علينا أن نحفظ مساجدنا من كل أذية. وقد يأتي بعض الناس إلى المساجد ولا يهتمون بأساس المسجد أو بأدوات المسجد، يفعلون ما يفعلون في المسجد وقد لا يفعلون مثل ذلك في بيوتهم. بعض الناس أخذوا المسجد مكانا لسرقة النعال، وبعضهم لسرقة الجوال، وبعضهم مكانا لفعل الفواحش. عصمني الله وإياكم من تلكم الفواحش. أسأل الله رب العزة أن ينور قلوبنا بنور الإيمان وتقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن وبان godiya ga Allah da salati ga manzon rahmat sallallahu alaihi wasallam. Masallaci wuri ne wanda yake wato da ɗaukaka kuma yana ba da aikinsa a cikin addinin musulunci. Tun farkon lokacin da aka fara gina masallaci na musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina, bai gina komai ba sai masallaci ya gina. Nan ne makoman sahabbai, nan ne wurin karatun alkur'ani, nan ne wurin tarbiyya, nan ne aka fitar da wannan runduna ta musulunci wanda suka yi yawo cikin duniya domin yada wannan addini na musulunci har addini ya isa gare mu. Wannan ya nuna masallaci yana da wato matsayi babba. Abin da yake nuna mana darajar masallaci shine wurin da Allah fi so a bayan ƙasa, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen garuruwa a cikin garuruwan Allah sune masallatayya, wuraren da aka fiƙe kuma sune kasuwanni. Sannan abu na biyu, Allah madaukaki ya dangana masallaci ga kansa, ga zacinsa, yace wa annal masajida lillah, masallatayya na Allah ne, ba a ambaton wani Allah, ba a ciniki ko a sayar kaya sai wato a waje. Idan za a yi a masallaci, har annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wato kun ga mutum yana sayar da kaya a masallaci, ku ce kar Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancinka. Masallaci ba a gina don kasuwanci ba. Wani ma in yana cigiyan kayansa, shi ma a yi masa addu'a a ce kar Allah ya sa ka samu abin da ka rasa. Wannan mummunar addu'a ce, a mutum da ya zo ya yaye hurumin masallaci, shi ma ya dace a yi masa irin wannan addu'a. Addini musulunci ya kwadaitar wajen gina masallaci, gina ta zahiri da gini na bayyane. Hadithin Uthman ya nuna mana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina masallaci saboda Allah